طبعا البطاطس المحمره مفيش حد فينا ما بيحبهاش، كبار وصغار، عاملين ريجيم مش عاملين ريجيم، لو قدامك بطاطس محمره مش هتقدري تقاومي. البطاطس المحمره مرتبطه بيا جدا بالطفوله، فكانت دايما امي ربنا يديها الصحه والعافيه تعملها لنا لو عايزين حاجه حلوه. وهتستغربوا كنت اكلها بايه؟ كنت اكلها مع العسل الاسود. طبعا العسل الاسود موجود في مصر ياما، وبيبقى عسل القصب، عسل الاسود بتاع القصب. في الدول العربيه يمكن دبس، هم بيسموه دبس البلح او التمر، ودبس العنب ممكن تستخدموه مع البطاطس، جميل جدا. وكمان في لو كمان دبس الرمان مع البطاطس بقى حاجه تانية خالص. بس العسل الاسود مرتبط بذكريات جميله جدا مع اخواتي مع جيراني. كنت دايما كانت تقلنا كام طاسه بطاطس ونقعدوا ناكلوا منها لغايه ما نشبع، يبقى بنحلي وبناكل في نفس الوقت. كانت طعمها في منتهى الروعه. بنغمس كده العسل مع البطاطس، طبعا ما بنحطش فيها ملح، ممكن رشه ملح صغيره تدي طعم اقوى للبطاطس، بس انا ما كنتش بحط فيها ملح. تبقى كده دي صمت كده مع الذكريات الجميله. طبعا ما فيش اكله ملهاش ذكريات، خصوصا الاكلات اللي بتعتمد على اللمه، زي المحشي، زي مثلا المحشي طبعا الكرنب او محشي ورق العنب، زي مثلا ايه تاني؟ قولوا لي في التعليقات ايه الاكلات اللي بتعتمد على اللمه بيبقى ليها ذكريات حلوه. دايما امي كانت تعملها لنا وناكلها ونحمد ربنا. كانت ايام جميله جدا. الله يرحمك يا بابا، كان بيحبها جدا، الله يرحمه ويغفر له. كل ما اكلها بتذكره وادعي له. جميله جدا، جربوها. وقولوا لي في التعليقات كمان على اكلات كنتوا بتحبوها وبتعملوها بحاجه غير معتاده، زي البطاطس كده بالعسل الاسود. انا شفت شيف كمان بيعمل الفلافل بالعسل الاسود بياكلها. حاجات كده ليها تركات كده مختلفه وليها ذكريات مختلفه. قولوا لي في التعليقات على ذكرياتكم مع اكلات، وكمان على حاجات بتاكلوها وغير معتاده ان هي تتاكل بالطريقه دي، غريبه يعني، تكون غريبه بالنسبه لكم او بالنسبه للبعض. حتى بحب قوي اعملها لاولادي واتذكر الذكريات الجميله بتاعه الطفوله. هم كمان بيحبوها ودايما بيطلبوها مني. دايما كنت اعملها في الشتاء بالذات، يعني كنت اعملها لان العسل في الشتاء بيدفي، فكنت اعملها لهم ودايما كانوا يطلبوها مني لما يكونوا سقعانين ومتكتين، فكانوا يطلبوها مني وبعملها لهم دايما. طعمها منتهى الروعه. تحب تدوق؟ ابني بيحب يدوق برضه. جميله جدا، جربوها ان شاء الله تعجبكم. كانت معاكم مها القناوي، مع السلامه. اكمل البطاطس بقى.